المصنع بيعمل كل ما يخطر على بالك من منتجات بتحتاج قطن او بوليستر في صناعتها، وبيعمل الحاجات دي الماركات مش سهله خالص زي نايكي واديداس وغيرها. ايوه، زي ما بقول لك كده، لبس الرياضه اللي بنشتريه مستورد ده طلع بيتصنع عندنا. واحد من اهم الحاجات اللي بيصنعوها بقى هي الهودي، اللي بتلبسه في اي حته، ممكن تلبسه وانت خارج، ممكن تلبسه وانت رايح الجامعه، وتفاصيل كتيره جدا بتدخل في صناعه الهودي ده. احنا هنفككه ونرجعه لاول خطوه خالص، بكر الخيط. كل اللي بيطلع من المصنع بيبدا من البكره دي، بكره الخيط القطن المصري. بتدخل المكنه، والمكنه من الناحيه الثانيه بتطلع قماش. المكنه بتاعتنا اساس فعلها ان هي بتحول الغزل بتاعنا لنسيج. طبعا بتمر بمراحل وباجزاء زي مراحل الدواليب، هي بتبدا يتحضر عليها الغزل. بعد كده عندي المغذي الايجابي بتاعي هو اللي بيغذي لي الغزل على من عدد الطن اللي موجوده على الدواليب دي كلها لحد الابر اللي بتكون النسيج بتاعي. هو الدواليب اللي هو ده دولاب يعني؟ ده دولاب. كل البقر الخيط اللي حوالينا ده المكنه بتسحب من كل بقره خيط اللي هو بيدخلوا في الحاجات الصغيره دي. تمام. طيب فين القماش بقى؟ القماش بيبدا ينزل معايا من جزء من النسيج بيتفرد، بعد كده بيبدا يتلف معايا. ده كده رول جاهز. عجبني قوي انهم مش مجرد بيستلموا القماش جاهز وبيخيطوه عشان يعملوا الهدوم، لا، دول واخدين الموضوع من اوله خالص، من اول بكر الخيط. القماش ده بقى محتاج الوان، وهنا في المعمل الالوان بتتركب وبتتحضر علشان نصبغ القماش. هنا بقى قسم الصباغه. كل القماش اللي احنا شفناه النهارده بيتصبغ بالالوان اللي بتتحضر في المعمل. القماش الخام ده احنا بندخله جوه المكنه، بنجيبه وبنقسمه وبندخله جوه المكنه وبنصبغه على درجه حراره 130، وبيطلع بعد من 6 ل 8 ساعات بيطلع اللون اللي احنا عاوزينه. اديله ماشي. حلو. طيب اللون بقى انت بتحدده ازاي؟ يعني بيجي لك بيبقى ليه كود مثلا؟ احنا بنستلم من العميل الكود بتاع اللون، ونبدا نعمل سامبل صغيره 5 جرام الاول في المعمل، وبعد كده بنبدا نطبقها على سكيل كبير جوه المكنه. ببدا ان انا اديها الاول المواد التحضير عشان ازيل اي زيوت او شحوم عليها، وبعد كده ببدا مرحله الصباغه، بديها الصبغه بتاعتها بتبقى بودر. راح فين؟ سيبها ماشي. والمرحله الثالثه ان انا ببدا بقى اشطف اللون الزياده اللي على القماش بعد ما صبغت على درجه حراره 130. دي بقى مكنه صباغه اصغر. ده اللون اللي احنا متارجتينه بعد ما اتصبغ مرحلتين. هو بيبقى على هيئه تيوبلر او على هيئه اسطوانه، لازم اشقه من مكان معين بسنسور، وبعد كده ببدا اعصره، وهو دي المرحله اللي بعديها. طبعا كلنا عارفين ان الصباغه دي بتطلع بلاوي في الميه وبتضر البيئه والزراعه، بس هم حتى دي ما فتتش عليهم. الميه اللي احنا استخدمناها في الصباغه بتتعالج هنا قبل صرفها باحدث الطرق في محطه مياه عملاقه هنا في قلب المصنع.